سكوتر جديد سموث كده لسه نازل. تعالوا نشوفه. احنا هنا موجودين في معرض الريان. تعالوا نشوف. انا لونه خطفني من الاول، فقلت برضو ايه اشوفه معاكم قبل ما ايه ما حتى اعمل حتى الريفيو، فهوريه لكم. بصوا يا شباب، لون توبي. لون توبي كده. اسمه ايه؟ اسمه ريو. حاجه جديده من كي واي بقت النهارده بنام اصحى الاقيه منزل سكوتر جديد. ده سكوتر كهرباء ليثيوم، بنتكلم في 1500 واط، وكمان بيجيب توب سبيد مع حضرتك 55. طبعا احنا بنتكلم هو واقف، اكيد ده هيقل شويه، بس 55 اعتقد دي حاجه كويسه جدا. شاشه في الكامل ديجيتال. بصوا الكلام والحلاوه والها. بصوا، وفي NFC، وكمان عليه طبعا ضمان سنتين. توبي اللذيذ الجميل اللي قدامنا ده اسمه ريون 1500 واط. 1500 واط في سكوتر بيجيب توب سبيد 55، وبنتكلم كمان ان هو عنده NFC، وهنشرح ايه NFC طبعا. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ دخلت دلوقتي واحنا بنبوس الايادي. ايه الشغل الجامد؟ صاحبي الريون ده جامد قوي. اللون خطفني، بس انا لسه مش يعني كي واي هتعمل ايه؟ انا بنام اصحى الاقي سكوتر جديد. المهم بقى يا شباب ان احنا بنتكلم هنا ان توب سبيد بنتكلم 55 طبعا ده وهو واقف. يعني انت لما هتنزل طبعا حسب العوامل الجويه ووزن حضرتك هيختلف الوزن هنا. ايه هيفرق معاك في السرعه. الفرامل اللي انا شايفها امامي باكم. طيب السكوتر كسعر انا عايز اقول لكم حلو قوي. سكوتر كبير مش صغير خالص. انا طولي 175، وزي ما حضراتكم شايفين المساحه التدريجي الخلفي الكراكس. عندك بقى السرعه ممكن تقرب كده. بص بقى يا باشا، انت عندك الباركينج اهو. عايزين بقى نفك اولا في ريفرس، وفي هنا بقى مفيش حاجه اسمها اول وثاني وثالث والكلام الحزن. هنا البرسنتج تمام، والكيلومترات هنا، والشحنات هنا. فحضرتك هنا لو اتكيت هنا كده ورحت عامل كده هتلاقي بص التوب سبيد بتاع الريفرس 6. طب لو اطلع بقى قدام عندك الايكونومي اللي هو الاقتصادي الايكو، وعندك حضرتك هنا اللي هو الكومفورت، وعندك هنا السبورت مود. ده اعلى حاجه بقى. بيجيب كام هنا يا باشا؟ بيجيب معاليك 55 وهو واقف. شاشه LCD شكلها حلوه قوي. نسخ المفاتيح حلوه كتير، نسختين كمبيوتر، 2 ريموت، وعندك بتاعت NFC دي هبقى اشرحها لكم برده، وعندك الكارت بتاع ان في ضمان سنتين على البطاريه، ودي اعتقد حاجه كويسه. طب المساحه التخزينيه هنا ايه؟ لو جينا بصينا كده التقطيع حلو قوي على فكره. البطاريه زي ما حضراتكم شايفين عايزين نشيلها بقى، ما احنا عارفين ان هي ليثيوم. اوكي ماشي. هم هنا رابطينها بامان بإلين، تقدر عشان تشيله تفك الإلين ده وترفع وتطلع البطاريه بتاعتك بالوضعيه دي. وعندك مساحه تخزينيه صغيره كده، صغيره ينفع ان انت تحط فيها اي حاجه برده ايه صغيره. وكمان عامل لك مساحه هنا ينفع ان حضرتك تركب توب بوكس ب4 فتحات اهم، واعتقد ده كويس. طب لو بصيتوا من قدام هنا هتلاقي الاضاءه كده متصله، شكلها حلو قوي. مكتوب كلمه كي واي، علامه كي واي هنا. في سكرينه صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين. المقابض والكتل، المساحه اللي حضرتك بتحط فيها رجلك. اللي استغربته قوي بصوا مكان المفتاح فين. انتوا شايفين عامل لك USB هنا، USB بس مفيش تايب سي. وعندك مساحه تخزينيه برده هنا. وعندك هنا اعتقد دي فيشه للاعطال، تقدر ان انت تفتح كده عشان لا دي اللي تشارج، ينفع ان انت تشحن سكوتر من الحته دي كده. انتوا شايفينها علاقه هنا. في فتحات للتهويه الجنب بتاعه، بصوا شكله عامل ازاي. هتلاقي هنا مكتوب RIO01. مساعد خلفي. عند حضرتك دبوس جانبي، سندة نص. الفرامل الخلفية بنتكلم ان هي واير. الاضاءات الخلفية برضو في الكامل LED شكلها كويس جدا. البراكت الخلفي انا شايف بصراحة ان هو كويس. طبعا عندك زرار ريفيرس وبتاع السبيد والاضاءات وانتظار. تمام. بصوا شكل الانتظار بقى، ده شكل الانتظار كده. الاصوات دي اللي ما بتعجبنيش. يعني انا لو هشتري سكوتر زي ده لازم اعطل موضوع الصوت الغريب اللي بيحصل ده. عشان نفصل بقى نعمل كده. وعندك كمان زرار قلاب ده اعتقد. بصوا بقى نور عالي واطي.
النهارده هتيجي تقول لي سعره عامل كام في معرض الريان؟ بنتكلم افريج من 31 ل 32 الف. اتمنى ان انتم تضيفوا حتى 1%، واتمنى ان انا بقول كل جديد اول باول. ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا سبسكرايب والحاجات الحلوه بتاعتكم دي. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. تصبحوا على خير، سلام.